السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. قال ايه الولاد عايزين يشتروا سينابون والقطعة ب70 جنيه. ليه يا جماعة 70 جنيه؟ ده ب70 جنيه أعمل لكم مشروع سينابون. يلا بينا هنعمل أحلى سينابون زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو مش عايز كلام، بجد النتيجة مبهرة وأحلى من الجاهز مليون مرة. بجد بجد تحفة. تعالوا كده ونحط بقى عليه الصوص الخطير، وكمان اي صوص موجود عندك، شوكولاتة، كراميل، اي حاجة، شوية مكسرات الموجودة عندك حطي عليه وفرحي ولادك، وانضف واحلى من بره. او اعملي مشروع وانت قاعدة في البيت واكسبي ادام القطعة ب70 جنيه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، واللي اول مرة يشوف قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس باللون الرمادي عشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. يلا بقى، عايزة قنبلة لايكات وعايزة تعليقات كتير 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 تقولوا لي رأيكم ايه. يلا نتوكل على الله. اول حاجة هجيب العجان بتاعي وهضيف فيه كوباية ونص من الحليب الدافي زي ما انت شايفة كده بمنتهى السهولة، وعليهم معلقتين من السكر. نتيجة بجد بجد هتعجبك وتعجب أولادك. معلقة ونص من الخميرة مليانين حلوين كده، وهنقلبهم كويس جدا جدا لغاية ما ندوب السكر والخميرة مع اللبن الدافي. بجد يا جماعة النتيجة هتعجبك جدا، بس قولي لي في التعليقات بتشوفيني من أي بلد، شفتوا خمرت بسرعة ازاي. هنيجي بقى نضيف بقية المكونات. معايا علبة زبادي أو معلقتين زبادي. تمام كده. تمام. هنحط عليهم ايه كمان؟ يلا نشوف مكوناتنا كده بكل سهولة علشان نشوف هنعمل ايه. هحط ايه؟ معلقتين الزبادي، وكمان عليهم بياض بيضة، بياض بيضة، ونص كوباية زبدة سايحة مش سخنة، سايحة بس. هسيب منها معلقة كده أو معلقتين للآخر خالص، هنشوف هنعمل بيهم ايه. تمام. يبقى اللبن والخميرة والسكر، عليهم علبة زبادي صغيرة، عليهم نص كوباية زبدة سايحة هنشيل منها معلقة على جنب. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا 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 مع بعض لغاية ما كل المكونات تختلط تماما. يا ترى بتشوفوني من اي بلد؟ معاكم سمية من مصر. بقى انا عايزه اعرف بتشوفوني منين. هضيف بقى 5 كوبايات من الدقيق المنخول. 5 كوبايات من الدقيق المنخول زي ما انت شايفه لازم تدخلي الدقيق. وهنضيف عليهم نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. اهو، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان رشة ملح بسيطة، وهنقلب كده من على الوش. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. هنضيف معلقة خل. الخل ده بيودي الدنيا في حتة تانية خالص. طب ضفت الخل ليه دلوقتي يا سمية؟ لو ضفته من الأول مع السوائل هيخلي اللبن يروب، لأن اللبن دافي. هشغل العجان بتاعي بقى واعجن كويس جدا جدا جدا، مش أقل من 10 دقايق. بعد ما اتعجنت زي ما انتوا شايفين العجينه اهي طريه معايا، هضيف بقى معلقه الزبده اللي انا سبتها دي، هلم بيها العجينه عشان العجينه تبقى ناعمه وحلوه كده. وهعجن كمان لمده 5 دقايق. العجينه تخدميها في العجن كويس هتديكي نتيجه هايله. امشي بنفس التكنيك ده هتاخدي سينابون تحفه. شايفين العجينه طريه ومش بتلزق تعوص الايد، هي بتلزق تلزيقه خفيفه اهي. شوف تنزل من العجان ازاي، بجد تحفة. هوريها لكم اهي، شايفين اهي؟ شايفة العجينة بتلزق بس مش بتعوص الايد. هغطيها بقى وهسيبها تخمر. عجينة عاملة زي الملبن بالظبط. التلزيقة الخفيفة دي هي اللي هتخلي العجينة هشة وحلوة. نعمل الحشو بتاعنا. معايا نص كوباية سكر خشن عادي مش ناعم ولا حاجة. هضيف عليه معلقتين كاكاو ومعلقة كبيرة قرفة، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. ده الحشو بتاعي. يلا بقى نشوف العجينة بعد ما خمرت. اديها البوكس التمام ونزليها على الكاونتر بتاعك، ويلا هنفردها على شكل مستطيل بسمك نص سنتي. لو المكان مش واخد معاكي ممكن تقسمي العجينة نصين.
في العادي احنا بنلف السينابون رول وبنقطعه بالسكينة او بالخيط. المرة دي هوريكم فكرة تانية علشان الناس اللي مش بتعرف تتحكم في اللف ولا التقطيع. طريقة سهلة جدا. فردناها اهو. هجيب بقى زبدة طرية وهدهنها دهنة خفيفة، ما تكتريش قوي الزبدة عشان ما تسيحش كده وتخرج من السينابون. دهنة خفيفة خالص بس بحيث ان الحشو يمسك فيها اهو زي ما انت شايفة كده. بعد ما هندهن الزبدة بتاعتنا كويس في كل حتة في العجينة، هنجيب الحشو بتاعنا السكر والقرفة والكاكاو اللي احنا جهزناه وهنرشه على العجينة كلها. في العادي لما بنعمل الرول بنسيب الحرف اللي احنا هنلزق فيه في الاخر، انما ده احنا مش هنسيبه عشان نثبت الحشو بقى بالرولة كده او بالنشابة، وهنفرد ندوس على الحشو كويس عشان يمسك في الزبدة بتاعتنا وفي العجينة عشان ما يقعش مننا. شايفة؟ حركة بسيطة خالص. هنسوي بقى الأطراف، والأطراف اللي هنقصها دي مش هنرميها، هوريكي دلوقتي هنعمل بيها ايه. وهبدأ أقطع شرايط عرض 3 أو 4 سنتي اهو زي ما انت شايفة كده. هبدأ بقى أشيل الأطراف دي اهي، وهبدأ أرول كده كل قطعة لوحدها زي ما انت شايفة كده اهي. بقت واحدة سينابون. ارول التانية اهو، كل شريحة كده لوحدها ارولها كده. شفت بتتلف عسل عسل العجينة زي العسل اهو. شايفة؟ وهرصها في صينية واسيب مسافات كده عشان لما تخمر هتوسع بعيدة عن بعضها. شوفي بقى الكمية دي كلها عملت لي قد ايه. وادي الحراف اللي انا شلتها هنعملها فتة سينابون. حطيتها كده في مج بتاع صغير كده او في طبق صغير او طاجن صغير. هنعمل الصوص بقى اهو. حوالي ربع كوبايه من كريم شانتيه او 3 او 4 معالق كريم شانتيه خام كده، وعليه نص كوبايه من السكر البودره، عليها نص كوبايه من الحليب البودره، كل ده في شفشق الخلاط. عليها فانيليا، كمان 4 قطع من الجبنه النستو المثلثات او 3 معالق من اي جبنه نوع كريمي بتستخدميها، وشويه ميه سخنه، لازم تكون ميه سخنه، ومكعب زبدة، وهنضربها كويس جدا في الخلاط. بعد ما العجينة خمرت السينابون دخلناه الفرن شوية شد كده. دي كوباية لبن فيها معلقتين لبن بودرة ومعلقتين كريم شانتيه، وهحط عليها كده على كل صينية نص كوباية، وهدخلها الفرن تاني بعد ما تستوي خالص ونسيبها تدفى. لازم تبقى دافية. نحط عليها الصوص اللي احنا عملناه في الخلاط. انا بصراحة الولاد كانوا مستعجلين فحطيته عليها وهي لسه مش دافية، كان فيها سخونية شوية فهتسيح معاكي الصوص. انما لو سبتيها بردت هتحطي عليها الصوص هتبقى صوص تقيل ونازل عليها حلو كده. اطلع قطعة بقى معاكم شايفين اهو. طبعا الصوص نزل من عليها، هنحط لها شوية صوص تانيين اهو، وعليها بقى صوص كراميل صوص شوكولاته، لو شويه مكسرات عندك رشيهم وهتاكلي احلى سينابون. بجد النتيجه مبهره. شوفي القطعه بقت قد ايه. القطعه دي لو بره مش اقل من 100 جنيه، مش 70 ولا حاجه. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى كده نشوفها من جوه طريه ازاي ومتورقه كده، وطبقات القرفه والكاكاو بجد تحفه. طعمها خطير. هتاكلي احلى سينابون رول في حياتك. اوعي تشتري حاجه من بره. انا شعاري لا للجاهز، كل حاجه بنعملها في البيت. سلام.